كنت تعرف قبل كده إن مجوهرات تاج الملكة إليزابيث مسروقة من بلاد مختلفة ومنها مصر؟ عندك مثلا الصولجان اللي في إيديها، الماسة اللي فيه دي أضخم ماسة في العالم، اسمها نجم أفريقيا العظيم. اتسرقت من جنوب أفريقيا عام 1905 أثناء الاحتلال البريطاني، ووزنها 100 جرام، ومن كبر حجمها تم تقطيعها لأجزاء، وتمنها يوصل ل4 مليار دولار. والماسة الحمراء اللي موجودة في مقدمة التاج دي الإنجليز انتزعوها بالقوة والإكراه من الحاكم المحلي للهند، واسمها كوهينور، وتعتبر ماسة نادرة الوجود، ويعود تاريخها لآلاف السنين، وتمنها يوصل ل 600 مليون دولار. ده غير القيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن. ونروح على مصر، حجر الزمرد الأخضر اللي موجود في التاج والأحجار الكريمة اللي الإنجليز وقت الحكم البريطاني استولوا عليها من مقابر الملوك في عصر الأسرة الخامسة، واللي كان حجر الزمرد أساسي في زينة الملك في مصر القديمة، ويعود تاريخها ل 3500 سنة قبل الميلاد، وتم استخراجها من مناجم كليوباترا في مصر القديمة.